رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، لكن لم أجد داخل الرسالة اسم المرسل ولا على الظرف. على أي حال الأسئلة تقول: هل حجاب المرأة له لون وشكل محدد لا يجوز مخالفته، أم أن أي لبس ساتر لجميع جسم المرأة وغير ضيق يعتبر حجاب، حتى تستطيع كل امرأة لا تلبس الحجاب بحجة أنه ملفت للنظر في بلدتهم ستر جميع بدنها بزيها الشعبي وسد النظرات عنها؟ ويرجو التوجيه الشيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا. ليس للحجاب فيما نعلم لون مخصوص ولا صفة مخصوصة، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تعتادها في بلادها وبين قومها. طيب. وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر ويسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها وربما جرت إلى شر، فتحرص على حجاب لا يلفت النظر ولا يكون فيه دعوة إلى الفتنة ولا تشبه بالرجال، تكون ملابس نسائية ليس فيها ما يجر إلى الشر. هذا هو المشروع لها، ونسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيرا. لا يشترط أن يكون عباءة أو كاب أو نوع ما في الشرط. لا يشترط. ما يسر الله تفعله. المهم أن يكون حجاب فقط. ساترا، ليكون حجابا ساترا. نعم. بارك الله. ليس فيه ما يلفت النظر ويسبب فتنة، وليس فيه مشابهة لملابس الرجال. نعم. جزاكم الله خيرا.